السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم منوعات امينه وجنات. كنتمنى نلقاكم الفيديو في اتم الصحه وراحه البال ان شاء الله. كيف ما العاده نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله. اليوم اخواتي جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي سهله، مكونات دائما اقتصاديه. الوصفه ديال المادلين ديالنا ديال اليوم غادي نديروهم على شكل مربع. غادي نحضروهم ان شاء الله بالكرتون ديال الحليب كاملين. كنديروا الحليب في الدار وداك الكرتون كنلوحوه. غادي نستغلوه في هاد الوصفه هادي. كاين اللي كتكون عندها ديك اللاطه ديال مادلين صغيره، ولا كاين اللي ما كتوفرش عليها نهائيا. جبت لكم البديل اللي هي الكرتونه ديال الحليب. غادي تجمعوا الكراطن وتقطعوهم على شكل كويسات ونحتفظوا بهم، نديروا فيهم المادلين. كيجي الشكل ديالهم راقي ومؤدب مزيون. كيف ما شفتوا انا الكريط مثلا جمعتهم من قبل وكنحافظ عليهم، كنغسلهم مزيان وكنقطعهم على هذا الشكل ديال الكؤوس، وكنخليهم حتى كنجمع واحد الكميه لا باس بها. وعاد كنحضر المادلين ديالي. غادي نحتاج 3 البيضات وكاس ديال الزيت، كاس السنيده، كاس ديال الحليب، عصير ليمونه مع القشور ديال الليمون، 2 خمارات حمر، واحد الفرماجه وثلاثه الكيسان ديال الدقيق، قبصه ديال الملح. غادي نبدا بالبيض كيف ما دائما. هنا عندي 3 البيضات على حسب 12 كرتونه ديال الحليب اللي قطعت اللي متوفر عندي دابا. ممكن تضاعفوا الكميه، دائما كديروا الكميه على حسب الافراد الاسره ديالكم. وحتى اللي كيبغي يدير واحد الكميه كبيره ويديرها في الثلاجه للفطور ديال الوليدات المدرسه كيكون افضل واحسن. من بعد ما تضاعف الحجم ديال الخليط ولا المائل البياض، كناخذ هاد الليمونه، هاد الحامضه، وكنحك القشره ديالها ما نوصلوش للطبقه البيضاء. وبالنسبه للعصير غادي نخليه حتى لاخر مرحله عاد نضيفه. غادي نخلط مزيان هاد القشره ديال الحامض، كتعطي حتى هي واحد المذاق رائع المادلين ديالنا. ثم غادي نضيف الزيت تدريجيا. اي حاجه كنضيفوها كنعطيوها حقها في التحريك. واخا تشوفوا كنحرك بسرعه، فقط راني مسرعه الفيديو باش ما يطولش عليكم. ثم كنزيد نضيف الحليب حتى هو تدريجيا. الطريقه راها سهله، والمكونات كيف ما تعودنا دائما كنقدموا الوصفات اللي المكونات اقتصاديه. وبالنسبه لهاد الاكواب ديال الحليب، صدقوني كينجح فيهم مادلين. وهنا اخواتي راني ضفت واحد القبصه ديال الملح. المادلين ديالنا بهاد الاضافه اللي غادي نضيفو فيه ديال الحامض، عصير الليمون او الحامض كل واحد واش كيقول ليه، ومع ديك الفرماجه، وكيعطي واحد التعليكه رائعه، واحد اللذه فيه كيجي لذيذ بزاف. ودائما كنبغيو نقدموا الوصفات اللي هي مختلفه. بالنسبه للدقيق كناخذ نفس القياس ديال الكاس اللي خدينا به الحليب والزيت والسكر سنيده. غادي ناخذ 3 ديال الاكواب وغادي ندخل كاس من كاس تدريجيا. ودائما الدقيق ديالنا نغربلوه 2 نوبات باش كيعطي واحد الكيك ديالنا واحد الهشاشه وكيجي مفوه. غادي نضيف نصف ملعقه ديال الخميره ديال الخبز. هاد المكون ديال الخميره ديال الخبز حتى هي كتعطي واحد الهشاشه، واحد الرطوبه، وكيجي الكيك ديالنا منفوخ ومهوي رائع. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. بالنسبه للدقيق كنضيف دابا الكاس الثاني، دائما مع استمرار في التحريك حتى كنحس بالدقيق ديالي نساجم مع الخليط. كنضيف هاد 2 خمارات حمر،
وكيف ما قلت لكم كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن في الواقع راني كنعطيه حقه في الخلط. وهذا الكاس الثالث. غادي تشوفوا معايا الخليط بدا كيتقل شويه، ولكن مني غادي نضيف العصير ديال الليمون غادي يرجع القوام ديالو هو هذاك مناسب. الكميه دائما كتبقى على حسب الافراد الاسره، كيف ما دائما كنقولها. هنا اخواتي غادي نضيف العصير ديال الحامض. كيجي واحد المذاق هائل. بالنسبه للخليط ديالي من بعد ما خلطته مزيان غادي نوضعه في هذا الكاس الكبير اللي غادي يساعدني باش نفرغ بكل سهوله في هذا الكؤوس ديال الحليب. درت ورق الزبده في اللاطه تفاديا باش ما يلتصقوش في اللاطه. سبق لي جربت هاد الطريقه ديال الكؤوس ديال الحليب ونجحت معايا وبغيت نشاركها معكم. صراحه ما كيلتصقوش من الداخل، فقط ما خصش يكونوا فازقين بالماء، يعني يكونوا ناشفين مزيان. وهنا من بعد ما خويت الخليط ديالي ندخلو الفران. هنا اخواتي راه مادلين ديالي طاب ما شاء الله، كيجيو طالعين، كيجيو بحجم كبير. وبالنسبه للتزيين عندي هنا العسل، وعندي شويه ديال الكوك، عندي فيرميسيل ديال الالوان. ممكن ديروا اي حاجه متوفره في المطبخ ديالكم، ما نكلفوش على راسنا باش نديروا واحد الحاجه اللي تفرح وليداتنا واللي نعطيهم واحد شويه ديال التغيير. بكل سهوله كتزول المادلين ديالنا من الكرتون كيف ما شفتوا. ما كيلتصقوش، كيجيو ما شاء الله كبيبرين. فقط الكاميرا راه ما عطيهمش حقهم في التصوير، يعني راهم ما شاء الله كيجيو كبار. وكيجي الكيك ديالنا بالخميره اللي ضفناه كيجي هشيش وكيجي ما شاء الله طالع. غادي نزيد نفتح معكم وحده باش تشوفوا راه ما كيلتصقش لا في اللاطه ولا في الكرتون من الداخل. فقط كديروا هاد الحركه بالسكين باش كتوسعوا الجوانب وكتجبدوا الكيك او المادلين بكل سهوله. كيجي ما شاء الله رائع، وريحته ما شاء الله زوينه بزاف بديك العصير ديال الليمون اللي درنا. من بعد ما صافي جبت المادلين ديالي كامل غادي ندوز ونزينو بهاد العسل من الوجه ديالو بالطريقه اللي هي بسيطه. ممكن تخليوه عادي بلا ما تزينوه، ولكن الوليدات كيبغيو الحاجه اللي هي كيبغيو الزواق، كيبغيو هادشي اللي يكون عاطي العين. وداكشي اللي متوفر بالنسبه للتزيين غادي ديروه. انا هادشي اللي متوفر عندي في هاد الساعه. الطريقه كيف ما شفتوها اخواتي سهله، المكونات بسيطه، فقط نحضروا لوليداتنا شي حاجه اللي نبقاو نعطيوهم شويه ديال التجديد، شويه ديال التغيير، وخصوصا مع المدرسه كيبغيو يشريو هادشي من الزنقه. ولكن ما فيها باس نحضروه في البيت يكون افضل، وكيعطي واحد الكميه كبيره وفي نفس الوقت كتكون عارفه شنو وليداتك كياخذوا. وما شاء الله الشكل ديالهم رائع وكيجيو كبار. كنتمنى اخواتي تكون الوصفه اليوم نالت اعجابكم، ولا جربتوا الوصفه اللي هي اكيد غادي تنجح معكم ان شاء الله. فقط جمعوا الكريطنات ديال الحليب اللي غادي يفيدونا في هذه الوصفه هذه، وجمعوا واحد الكميه كبيره وديروا واحد النسبه ديال المادلين تكون وفيره وخليوها لوليداتكم للمدرسه. وكنتمنى اخواتي تعجبكم الفكره. والى فيديو قادم ان شاء الله. واللي كتشوف الفيديو لاول مره كنتمنى تشارك في القناه فضلا وليس امرا، وما تنسونيش من التعليق المشجعه ومن لايك باش الفيديو كيوصل لعدد كبير من الناس. شكرا لكم، بكم ومعكم ان شاء الله نستمروا. ومرحبا باقتراحاتكم، ونتلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله. شكرا لكم كاملين، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.